ندخل في الماتش على طول ونتكلم على ضربة الجزاء اللي الناس كلها بتصيح عليها على الفيسبوك. هل دي ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء؟ تعال بص معايا كده شوف. هو لعيب زد هو اللي لعب الكورة طبعا ما فيهاش كلام، لكن عايزك تبص على وضع رجل احمد نبيل كوكا ووضع رجل مهاجم زد. شوف الاسترزاق بتاعة لعيب زد هي اصلا اللي فوق رجل لعيب احمد نبيل كوكا، فكده هي اصلا فاول على رشيد احمد مش ضربة جزاء خالص، وما فيهاش اي حاجه تثبت ان هي ضربه جزاء. ضربه الجزاء دي لو كان احمد نبيل كوكا اتغاشم وراح شاط رجل رشيد احمد خلاه يتكعور كده وقع في الارض، صفر ضربه جزاء. انما هي حتى ما فيهاش تلامس، بل بالعكس يعني رجل لعيب زد هي اللي رايحه على رجل احمد نبيل كوكا، وده اللي حابب اوضحه واوصله لاخواتنا الزملكاويه اللي بيفهموا كوره جامد موت، ولجهاد جريش كمان اللي كان بيطلع مع مرتضى منصور ولابس لبس التحكيم، وكان مرتضى منصور ساعتها رئيس نادي الزمالك، وكان ساعتها جهاد جريش رايح له بلبس التحكيم وعادي جدا وتمام، ورايح له مؤتمر صحفي ولا مش عارف كان انتخابات ايه. كلنا عارفين جهاد جريشه ده اصلا هو انتمائه ايه، فخليه كده على جنب مش هناخد بيه، ولكن ده التحليل الصحيح والواضح للكوره اللي عليها جدل كبير جدا. تعال نتكلم كوره شويه. النهارده كولر عمل حركه ذكيه جدا جدا جدا. اهم حاجه في زد عندهم بناء الهجمه صح، عنده 2 مدافعين بيلعبوا كوره حلوه جدا، اسماعيل والعش، الاتنين مدافعين هايلين جدا جدا. كولر عمل ضغط عالي خلاص عطل زد خالص، مبقوش عارفين يطلعوا بالكوره اصلا، ابتدى يقطع من قدام، ابتدى يروح الاهلي كتير لان الاهلي ضاغط من قدام، عامل بريس عامل بريشر على الدفاع اللي مش قادر يطلع بالكوره. الاهلي خلص وجاب جون حلو جدا بكوره قطريه من احمد نبيل كوكا نجم الماتش بالنسبه لي، سواء في نص الملعب او حتى لما رجع مدافع بالقوه اللي بيلعبها زي توني كروس بالظبط لطاهر، راحت لعمر، عمر لطاهر، هدف جميل جدا وملعوب من نادي الاهلي، هدف حلو، هدف رائع. فالنهارده كولر اتعامل بذكاء في بدايه الماتش، ولكن كولر في مشاكل بيني وبينه ان هو مش كوتش، ما بيعرفش يصير الماتش صح. يعني في حاجات كده تريكات بتقع منه في قلب الماتش المفروض بيبقى بيعملها وما بيعملهاش، زي مثلا ان امام عاشور اتصاب. انت عندك البديل الوحيد اللي يقدر يعوض امام عاشور هو بدون نقاش عمر الساعي. السوليه مهما كانت خبرته وامكانياته ولكن مش هيقدر يجاري اي لعيبه في الدوري دلوقتي، برضه السن ليه حكمه، انما عمر الساعي لعيب صغير، فنيات كبيره، امكانيات كبيره، ليه مش شايفه لحد دلوقتي ولا حتى كبديل؟ هتديله امتى؟ طب انت عندك النهارده امام عاشور وقع، عندك حسين الشحات وقع، عندك رامي ربيعه وقع، مجهز مين يلعب مكان الثلاثه دول وهم عناصر اساسيه في خطتك وفي فريقك؟ مين عندك يقدر يبقى بديل؟ مش مجهز حد. بيرسي تاو بعيد، رضا سليم بعيد، يوسف ايمن شفناه الماتش اللي فات مفيش خالص، فين العين اصلا اللي جابته؟ امام عاشور ما عندكش غير الساعي وبعيد وانت بعده خالص، رغم ان الناس كانت بتتكلم عليه كويس جدا في الوديات وانه قدم لقاءات جامده جدا. نجوم الماتش بالنسبه لي النهارده تاني هرجع اقول كوكا، بعديه عمر كمال وطاهر محمد طاهر، اداء متوسط من امام عاشور، من حسين الشحات، من وسام ابو علي، اداء كويس من مروان عطيه برضو. دفاع الاهلي النهارده رامي ربيعه كان كويس، كوكا نجم الماتش زي ما قلت، خالد عبد الفتاح رغم اختلافي معاه في بعض النقاط وان هو تيشيرت الاهلي تقيل عليه، ولكن النهارده كان كويس جدا وقدر يلعب مباراه كبيره. يحيى عطيه الله نجم متعاقد مع العارضه بس هو نجم. ده ملخص ماتش الاهلي بسرعه، وضربه الجزاء اللي كان عليها لغطوا عليها لحد دلوقتي كلام كتير جدا وبس كده. متنساش تعمل شير كتير عشان نوضح ان ضربه الجزاء ما فيهاش اي حاجه عشان اخواتنا الزملكاويه.